5 خطوات لنجاح مشروع الخياطة، والمشروع اللي راه داير حالة وناجح في شهر أبريل، وأنا منه بعت وخدمت ودخل تقريبا 15 مليون خلال من بداية الشهر إلى اليومنا هذا. رانا 17 أبريل. أنعم إخيتي العزيزة، قبل ما نبدو في المشروع اللي دخلك دراهم ذهب هذا الصيف، خلينا نكملوا في الخطوات نجاح مشروع. باش ينجح لك مشروع ماشي هكاك برك، باش ينجح لك مشروع لازم لك استراتيجية. فهميني مليح اختي العزيزة. الاستراتيجية هذه كيفاش تكون؟ اي مشروع، ما نهضروش غير على مشروع الخياطة، احنا انا في قناة للخياطة، لكن ما نهضروش غير على مشروع الخياطة. باش ينجح لك اي مشروع لازم لك تكون عندك استراتيجية تتبعيها. وشنو هذه الاستراتيجية؟ انك تشدي ورقة وستيلو وتكتبي شحال تقدري تصرفي في القماش، خطة استراتيجية، اي خطه اللي ما يفهموهاش. المهم اختي، شحال حيستقام لك القماش؟ الحاجه الاولى ولا الخطوه الاولى اللي لازم، القماش شحال يستقام لك؟ زائد الخيط، زائد الابره، زائد الكهرباء، زائد المقص، زائد كل شيء، حتى لاكري سواء كان طايور ولا لاكري العادي، الطباشور العادي تحسبيه في الميزانيه تاعك، باسكو راكي تصرفي، باسكو المشروع الفراك تهمك فيه. الخيط كي تلقايه في بلاصه تقدري تمشي لها، يعني مش تخلصيش على جالها، زعما تخلصي 2000 باش تنقصي الفراك، لا شوفي كي تقدري تمشي باش تنقصي الفراك، امشي ونقصي ديك الفراك. فهمتيني؟ باسكو المشروع في بداياته يكون حساس. ما تهمليش باسكو اليوم خسرتي الفراك، زيدي تروحي تدخلي تفطري، تروحي تشري تخسري، زيدي كي تمشي تقولي خلاص خنت نشري الماء، ديما معك من الدار كي تروحي تشري القماش. هذه هي البدايه، دي معك الماء من الدار، ما تدخليش تشري، انت تروحي تشري القماش. الى كل مره رحتي شريتي فيها القماش، دخلتي فطرتي وشريتي الماء وزدتي شريتي راك خام، ومن بعد زدتي دخلتي للسوق درتي كش ما عجبك حفايس شريتيهم، راكي صرفتي الميزانيه تاعك، ومن بعد تقولي شوفي باش نبدا المشروع شو شحال راني صرفت. ماشي هكا. الا لقيتي خوك يوصلك باطل تروحي مع خوك. هذه الاولى. انا اعتمدت على الاستراتيجيه في بداياتي. الى شوفي الى لقيتي الفطور، الى شتي روحك بلي راكي رايحه لبلاصه بعيده وطولي، دي معاك حاجه في الخبز تاكليها. هذه هي اللي حبت تنجحها. ما تقولوليش سي با اسو بوان الماء، دي معاك قرعه من الدار، ديها مقلاصيه، انا كنت نقلاصيها مليح، ومن بعد مع الطريق تبدا تذوب تاع المسخانه. فهمتيني اختي؟ مش نقول لك ما تاكليش، ولا الانسان مره في الغرا يتشهى لا كلام ياكلو، وإلا ما ديتيش هذا الشيء الماكله من الدار ورحتي لبلاصه بعيده تقدري تاكلي قرانطيطه ارخص حاجه، وما راهيش رخيصه 7000. فهمتيني اختي؟ باسكو انتي باش تروحي تاكلي تفطري تزيدي لاك خام وتزيدي الديسير وتزيدي وتروحي تشري القماش، من بعد تصرفي كل مره تصرفي هذيك مش من الربحه ربحتيها، الربحه تاعك تصرفيها ماكله. استراتيجيه تكتبي كاع واش خصك، شحال راح يستقاموا لك، تنيغوسي في السعر. شوفي انا يا كونتر انك تروحي تشيل الماعن ولا تروحي تشيل حوايج تنيغوسي، هذه ضد، غير الا قالك هو. لكن كي تروحي تشيل لوازم الخياطه وتروحي تشيل قماش تنيغوسي وتشيلي بنصف الجمله، حاولي كل حاجه تقد تشيليها بنصف الجمله، يعني تشيلها كونتيتي اللي تسمح لك انك تشيلي بنصف الجمله. هذا الشيء يعاونك وينقص لك في السعر. هاد الخطه مليحه. فهمتيني اختي العزيزه؟ ركزي معايا. الحاجه الثانيه اللي لازم ديريها، انت كي تجي للدار تحطي القماش تاعك، ما تروحيش تحطي القماش تحطي في الصاله عجبني الموديل هذا ترسمي بالطبشير الا كنتي يعني لا لازم تدخلي تدرسي المشروع تاعك. شوفي المشروع كيفاش يتدرس، اسكو هذا المشروع مطلوب في السوق، حاجه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، وش هو الجمهور اللي راني راح نوجه ليه هذا المشروع، وش من الجمهور اللي حيتوجه ليه المشروع هذا. اسكو الجمهور من 40 سنة وطلع، ولا عرايس من 19 سنة وطلع، ولا أطفال، ولا لازم تعرفي الجمهور. ولا رجال، باسكو من نكروش باللي اللي حبت تبدا كوليكسيون. جبت لك فكرة انه اللي حبت تبدا كوليكسيون تبدا رجالية، باسكو كوليكسيون رجالية ما كاش فيها بزاف الدومان. وشنو تبدا هي كوليكسيون رجاليه، هي يعني تخيطوا كامل، لكن تعامل مع الرجال تخلي للزوج تاعها ولا الاخ تاعها. فهمتيني؟ باش لا كوموند تجي للرجال، ماشي هي اللي تعامل مع الرجال، لكن الكوليكسيون تاع الرجال راح تمشي لك، سورتو الا كنتي تعرفي واتقان وكامل. راه ما كاش كيما الاكتظاظ تاع النساء.
هذه معلومة. المهم علاش لا كوليكسيون تاع أميرة ريا نجحت مع انها كوليكسيون شغل ماشي كبيرة، ولا في البداية كانت عندها مجرد خمارات، وما نش نستحق بهذا الشيء أميرة ريا ولا الخمارات. لكن علاش نجحت؟ وش من الاستراتيجية اللي تبعتها أميرة ريا باش نجحت؟ الاستراتيجية الأولى أنها حببت نفسها في الجمهور. انت كي تروحي تروجي للمنتوج تاعك ما تروحيش انك راكي حطيتي ارتيكل، لا سيدي تقربي من الجمهور تاعك. اميرة ريا كانت دير طريقه باش البنات يعرفوا يديروا الخمارات، كانت دير لكم طرق باش يلبسوا الخمارات، وهذا الشيء جبد البنات وحببها فيهم، ودارت الشخصيه تاعها وثبتت وجودها على اليوتيوب والسوشيال ميديا باش قدرت تطلق الماركه تاعها، وقدرت تطلق الحجاب الخمارات تاعها، ومن الخمارات انتقلت لاشياء اخرى. فهمتيني اختي؟ اذا انت في كل مره تروحي تطلقيها الاخر تاعك درتي براند، درتي كلش تسويق، لكن خص الروح. تعرفي كي شغل راكي تهضري مع الذكاء الاصطناعي هكا كيكون المشروع تاعك بدون ما تكون الشخصيه تاعك ولا تكوني تروجي بالمحتوى. الا ما روجتيش بالمحتوى اعتبري روحك راكي كيما الذكاء الاصطناعي. شي الذكاء الاصطناعي كيش يهضر، ما تضحكوش عليا، حاضر لا هكاك تكوني. فهمتيني اختي؟ مشروع ناجح هكا تكوني، هكا يحسوك الناس. باسكو دوك الناس راهي تروج بطريقه فكاهيه للمنتوج تاعها، وهذا الشيء يخلي الناس ما يحبوش المنتوج. الناس ما راهيش تشري المنتوج دوكا باسكو حجاب بكل بلاصه حجابات. الناس راهي تحب الشخص باش تشري عنده. دوكا انا انسانه تحبني وحابه تشري حجاب، وكاين بزاف في السوشيال ميديا حجابات، ومن بعد انا نطلق وفلانه تطلق الكوليكسيون وانا نطلق الكوليكسيون تاعي واحده اخرى. على ما تشري عند الانسان اللي تحبها، تجي لعندي وتشري. فهموا هذا المنطق وهذه الاستراتيجيه اللي ولات في البيع. ما تكونيش تبيعي بطريقه الذكاء الاصطناعي. فهمتيني؟ الله على بالك الناس دوكا كي ولات تشوف انسانه بلا ما تروج بالمحتوى تاعها تحسها تهدر باللي درت لكم حجابات شرعيه لازم تشروا عندي. ذكاء اصطناعي هذه هي. لكن كي تروجي بطريقه مليحه وتقربي الجمهور تاعك منك، شوفي الفرق اللي حيبان في المشروع تاعك والناس تحبك. خلاص انا نحب واحده نشري عندها، ما نمشيش عند واحده اخرى. علاش نجي واحده اخرى وانا نحب هذه؟ فهمتيني؟ هذه لازم ترسخيها في راسك. لازم ديري طرق فكاهيه تقربي من الزبائن تاعك، حتى طريقه الهضره تكون طريقه مليحه مع الزبون. الخطوه واحده اخرى. علاش ينجحوا بزاف مشاريع في البدايه؟ لانه اذا ما حددتيش بيجي للمشروع تاعك، شوفي واش ديري ما راحش تنجحي. بزاف اللي يديروا مسابقات، المسابقه تعاون باش يطلع الكونت تاعك. لكن انا نوصيكم كي ديروا مسابقات ديروها مسابقات حقيقيه، ماشي مسابقه وهميه. ما خسرتيش، قولي لهم زعما تربحوا 3 لي زارتيكل من عندي، اتفاعلوا معايا، هما يتفاعلوا يطلعوا لك الكونت تاعك وانت راكي تمدي 3 لي زارتيكل. انت من هذوك 3 لي زارتيكل بالك بلوطاغ يجوك 10 20 30 40، باسكو الكونت تاعك راهي يطلعوا الناس راهي تعرفك. فهميني؟ يعني انتيا ماشي خساره في الناس تمدي لهم 3 لي زارتيكل باطل وهما راهم طلعوا لك الكونت تاعك. لازم تركزي على هذه الاستراتيجيات باش ينجح مشروعك وينجح تسويقك وتنجح البراند تاعك في الخياطه. سورتو على مواقع التواصل الاجتماعي لازم ديري طريقه مختلفه. ما راكيش في الحانوت والناس راهي تشوف السلعه كاع قدامها وتخير واش حبت. لا انت اللي راكي تبعتي للناس وانت راكي توري للناس المنتوج تاعك بطريقه احترافيه وبطريقه ترويجيه وبطريقه جديده. فهمتيني؟ خلاص دوكا البيع الاصطناعي خلاص حبسنا معاه في البدايات. هكا كان هاوليك عندي حجاب لي طاي متوفرين، حجاب الوان رائعه، هذه حبست. خلاص لازم تبداي الزبون تاعك بهاك، تخلعيه بحاجه اللي نقولوا لها احنا في التسويق هي الهاك. على بالك بلي كون ما تشيش الحجاب، على بالك واش صراكي درت. فهمتيني؟ هنا لحقنا نهايه الفيديو، ان شاء الله تكون عجبتكم. نقول لكم الى اللقاء.